السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حباتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض الكيك اليومي بسيط بطعم البرتقال. وطبعا الكيك بيتحول لطعم جميل جدا لما نضيف عليه اي نكهة زي الكاكاو او البرتقال، فبيبقى طعمه احلى من انه يتعمل عادي كده، وخصوصا لو ما يبات. المقادير اللي موجودة معايا 3 كوبايات من السكر، كوباية ونص من عصير البرتقال، 3/4 كوباية من الزيت، باكو 23 جرام، ومعلقة صغيرة ملانة من البيكنج باودر، فانيليا، ذرة من الملح، 50 جرام نشا، معلقة من الخل، 6 بيضات، و600 جرام من الدقيق المنخول. تمام. طبعا احنا نخلين الدقيق. ومعايا صينية اللي هي أكبر صينية في الطقم المستطيل، عاملاها دهناها بالزبدة، مبطناها بالزبدة والدقيق. تبطينة الزبدة في الصواني أفضل بكتير من إنك تعمليها بالزيت، تديكي نتيجة أفضل وأحسن. بشر البرتقال المطحون هستخدمه هنا مع الفانيليا برضو، بس هنا بيديها نكهة أعلى وبيعزز طعمة البرتقال في قلب الكيك. هحط معلقة على الدقيق ومعلقة على البيض، وهرجع للبيض بقى أحط معلقة من الفانيليا ومعلقة الخل وذرة الملح، واحطهم في الخلاط عشان نضربهم مع السكر. المفروض هنا احط الزيت، بس انا نسيت احط الزيت، هحطه بعدين. هحط بقى 3 كوبايات السكر مع البيض واضربهم لحد ما يفتح لون البيض. هنا بقى هنزل بالبيكنج باودر على الدقيق واقلبه، وهحط السوائل دي في قلب عصير البرتقال في قلب الخلاط بعد ما اخلص اللي فيه، عشان انزل بقيه الكميه اللي كانت موجوده في قلبه من تحت. انا كده بصب البيض والسكر. هحط بقى العصير ده في قلب الخلاط واروح منزلاهم تاني. هقلب بقى عشان ما يحصلش تكتلات. كده بقى انا افتكرت ان انا ما حطيتش الزيت، فهاخد الزيت رغم ان هو قدامي بس ما شفتوش. بالشكل ده. وهنزل بقى بعصير البرتقال. احاول بقى ان انا افكك اي تكتلات ممكن تكون حصلت، عشان ما يبقاش طعمها في الكيك ظاهر، يبقى عامل زي الدقيق. اضربه كويس. مش هطول طبعا في الضرب، الكيكه ما بتضربش كتير، يا دوبك بس افكك اي تكتلات حصلت وادمج كل المكونات مع بعضها. احنا كده مجهزين الصينيه ومولعين الفرن على درجه حراره 180. هننزل الكيكه في قلب الصينيه وندخلها الفرن بالشكل ده. نحاول ان احنا نسويها كويس، نسويها حلو، نديها خبطه خفيفه كده على رخامه المطبخ، ونحاول ان احنا نسويها عشان ما تبقاش في حته عاليه وحته مش عاليه، تبقى كلها مساء واحد. هندخلها الفرن على درجه حراره 180 على الرف الاوسط لمده خدت معايا ساعه بالظبط. لمده ساعه، وبعد كده هنسيبها تبرد بقى، وبعدين نقطعها. الكيكه مرتفعه وعاليه وهشه وخفيفه جدا. ربنا يصلح ما بين ايدينا وايديكم يا رب العالمين، وان شاء الله تكونوا بتعملوها افضل واحسن من كده باذن الله. هنقطعها كده بقى. انا هقطعها سلايزات، يعني مش هتكون كبيره قوي. انت حابه حسب تقطيعه ايديكي بقى، وزي ما انت حابه. انا بعملها كده عشان اللي ياخد قطعه ومش عاوز ياخد تاني خلاص ما يهدرش فيها. كده انا بقولك دي تسويه الزبده. لما تكوني دهنه الصينيه بالزبده ومبطناها بالدقيق، دي بتبقى تسويتها من تحت، بيبقى القعر مستوي واحمر وحلو، لونها ابيض وجميله. وده كان طعمها حلو، خصوصا لما باتت لتاني يوم طعم البرتقال ونكهته ظهرت اكتر، هشه ومرتفعه وحلوه. لو انت عايزاها اعلى من كده ممكن تحطيها في صينيه اقل شويه من دي لو انت عايزاها، بس انا شايفه ان الارتفاع هنا حلو. والى اللقاء في فيديو جديد.